زامبيا مثلا دولة أفريقية فقيرة، عام 2002 قررت تأخذ قرض من صندوق النقد الدولي. اشترط عليها الصندوق إلغاء التعرفة الجمركية على المواد الغذائية. طبعا زامبيا دولة زراعية ومكتفية غذائيا، لكن الصندوق اشترط عليها السماح باستيراد الغذاء، وكانت النتيجة إغراق السوق المحلي بالمنتجات الزراعية الأوروبية وخسارة المزارعين اللي اضطروا مع الأسف إلى ترك الزراعة، وانتهى الأمر بها دولة مستوردة للغذاء وعاجزة عن تحقيق أمنها الغذائي. والهدف من كل هذه العملية كان إيجاد سوق لتصريف المنتجات الزراعية الأوروبية. صندوق النقد الدولي هو ذراع الرأسمالية الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. بعد فشل الدول في سداد القروض تبدأ قرصنة مواردها، وهون يدعي الصندوق أن الدولة ما فيها تستثمر مواردها بشكل صحيح، ويفرض على الدول المتعثرة شروط جديدة. هذه الشروط تنتهي بدمار اقتصاد الدولة وتحويلها لأسواق للدول الغربية، أو السماح للشركات العابرة للقوميات بالاستحواذ على أسواقها ومواردها. البيرو في أمريكا الجنوبية كانت ضحية لمصيدة قروض صندوق النقد. البيرو كانت منتج رئيسي للقمح، لكن الصندوق اشترط عليها السماح باستيراد القمح من الولايات المتحدة الأمريكية، والنتيجة أيضا كانت تضرر مزارعي القمح، واضطروا هنا المزارعون للانتقال من زراعة القمح إلى زراعة المواد المخدرة لتصبح مصدر رئيسي للمخدرات في العالم. سياسة صندوق النقد الدولي تعتمد على إلزام الدول المقترضة بسياسات تقشف ورفع الدعم عن السلع الرئيسة كالخبز والمحروقات والصحة والتعليم والسماح بالخصخصة وفرض المزيد من الضرائب على الناس. وفي النهاية يزداد الفقر وتتراجع المؤشرات الاقتصادية وينهار الاقتصاد، وهون بتكون الفرصة مهيئة للاستحواذ على القرار السياسي للدولة، لأن الدول المفلسة والعاجزة اقتصاديا لا تمتلك قرارها السياسي. طبعا مو كل الدول وقعت في فخ الاقتراض من صندوق النقد، بعضها كان منتبها للمكيدة. ماليزيا بقيادة مهاتير بن محمد رفضت عرض الصندوق خلال الأزمة المالية في نهاية التسعينات. واجهت ماليزيا أزمة اقتصادية، على الفور عرض صندوق النقد الدولي مساعدته. رفض هنا الرئيس الماليزي هذه المساعدة، وقال إن قبول المساعدة يعني تسليم الاقتصاد الماليزي للخارج. وهنا اعتمدت ماليزيا على مواردها الذاتية، وبالفعل تحولت إلى دولة اقتصادية مهمة بعدما كانت دولة فقيرة تعتمد على زراعة المطاط. يقول جون بيركنز في كتابه الاغتيال الاقتصادي للأمم: صندوق النقد الدولي أداة للقرصنة الاقتصادية، والدولة التي تسير في طريق الصندوق تسير للهاوية. وطبعا هذا الشيء صحيح مع الأسف، لأن غالبية الدول اللي أخذت قروض لمعالجة أزماتها الاقتصادية أو لدعم التنمية انتهى الأمر بها مفلسة وافتقر شعبها. لكن للأسف حتى الآن لا تزال العديد من الدول تسعى للحصول على هذه القروض. الأرجنتين كانت من أغنى الدول، وشعبها يمتلك رفاهية تامة ودخل مرتفع. بعد الحرب العالمية الثانية كان النمو الاقتصادي فيها الأعلى في العالم، دخل الفرد فيها كان مرتفع، لكن رجال السياسة مع الأسف أفسدوا الاقتصاد من خلال الانقلابات العسكرية والفساد، وأمريكا كان بدها تستفيد من مواردها. هنا عرض صندوق النقد الدولي خدماته ووعدها بقروض كبيرة، لكن مقابل شروط قاسية جدا، وقدم وصفة اقتصادية قال إنها رح تخلي الاقتصاد الأرجنتيني يرجع مثل ما كان. بعد عدة سنوات من وصفة الصندوق بدأ الاقتصاد الأرجنتيني بالانهيار، أفلست الشركات والبنوك، ارتفعت البطالة إلى 30%، الفقر وصل إلى 35%، انهار الدخل، أفلست الحكومة واضطرت إلى بيع غالبية مؤسسات الدولة لشركات أجنبية، وثمن الشركات تم دفعه لصندوق النقد جزءا من القروض، وفي النهاية أعلنت الأرجنتين إفلاسها. المفارقة أن الصندوق عام 2004 اعترف بأن سياساته في الأرجنتين كانت خاطئة، وأنه هو اللي أوصل البلاد إلى الإفلاس، وقدم اعتذار. ما قيمة الاعتذار بعد تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعب ونهب الموارد والثروات؟ هالاعتذار مثل قبلة على جبين ميت. سياسة الغرب عموما وصندوق النقد على وجه الخصوص في إفريقيا أديا إلى إغراقها في الديون.
هذا الشيء دفع المنظمات الإغاثية لقول كل طفل إفريقي يولد وفي عنقه دين لا يستطيع سداده طيلة حياته. إفريقيا ساحة لكل الدول الكبرى ولصندوق النقد. لهيك قال رئيس أوغندا على الغرب وكلب الحراسة الإسرائيلي أن يدركوا أنهم لا يمكنهم أن يعتبروا إفريقيا بقرة يحلبونها بوحشية دون أن يتركوا لها الحد الأدنى من العلف الذي يبقيها على قيد الحياة. هذا القول بيوضح مدى الظلم اللي عم بتسببه السياسات الغربية في الدول الفقيرة. وطبعا القروض أداة رئيسة للهيمنة على هذه الدول. حاليا مصر عم تمشي بقروض صندوق النقد الدولي، عم تسعى للحصول على القرض الرابع من الصندوق، وقد تبلغ قيمة القرض الجديد 8 مليار دولار. لكن وكالعادة توجد شروط للصندوق، أهمها تحرير سعر صرف الجنيه، رفع الدعم عن المحروقات، وبيع بعض مؤسسات الدولة للقطاع الخاص. الدين الخارجي لمصر يرتفع بشكل حاد، حاليا وصل 164 مليار دولار، والأوضاع في المنطقة ممكن تزيد الضغوط الاقتصادية عليها. الحرب الاقتصادية على قطاع غزة والأزمة في مضيق عدن عم تأثر سلبا على إيرادات قناة السويس. كذلك التضخم وصل ل 35%. لهيك الوضع الاقتصادي ما بيتحمل أي مخاطرة جديدة. التعامل مع صندوق النقد أشبه باللعب بالنار، واقتصاد مصر وغيرها من الدول ما بيتحمل مغامرات، لأن الصندوق بيعطي بإيد وبياخد بالإيد الأخرى أكثر مما أعطى. والنماذج الدولية حدث ولا حرج، والأزمات الاقتصادية قد ما كانت حادة حلها ما بيكون للدخول في وكر الأفعى.